قال: أيها القاضي، لو أن لي 1000 روح أزهقت روحا بعد روح في سبيل حقيقة واحدة من حقائق الإسلام لما استكثرتها عليه. فسموه بديع الزمان بسبب قوته في العلوم وقوته في المناظرات. كان قد نذر حياته لجدال الملحدين والمتشككين. حاور يهوديا في زمانه فهرب منه اليهودي في أثناء محاورته وقال: لقد خشيت على نفسي أن يزج بي هذا الرجل العجيب، أن يزج بي في الإسلام بحديثه. وحاول أن يعالج السياسة بطريق آخر، وهو أن يبني الإنسان قبل أن يبني البنيان. العامل الأول الذي يجعل لأفكار الأستاذ بديع الزمان المدونة في كلماته ولمعاته وكتبه التي الحمد لله تنتشر الآن بيننا، وحيل ذلك إلى إخلاصه، وحيل ذلك إلى ربانيته. يعني عندما تقرأ صفحة من كلام بديع الزمان تجد نفسك تنجذب إلى هذا الكلام، لكنك تنظر فتجد أن كلام بديع الزمان يخترق الآذان إلى القلوب، إلى الوجدان. هذه الرسائل تعلمنا كيف نجعل القرآن حياة لحياتنا. لأبرهنن للعالم أن القرآن شمس معنوية لا يخبو سناها ولا يمكن إطفاء نورها. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسمحوا لي بهذه الكلمات. ظهرت رسائل النور ونحن على مقاعد الدراسة الجامعية في بغداد، ورأينا أن من قرأها أصبح طالباً متميزاً علماً وسلوكاً ودعوة ونشاطاً. ثم نظرنا فإذا رسائل النور لا تؤثر في حياة طالب فقط، بل تؤثر في حياة شعب بأكمله. جئنا ونحن نسمع الناس أن اسطنبول قد انتهت ولم تعد عاصمة لشيء، ولكننا رأيناها قد ازدادت تألقاً ونوراً وقوة، ورأينا أنها قد أصبحت عاصمة معنوية جديدة. أتدرون من جعلها كذلك؟ إنه الأستاذ بديع الزمان ورسائل النور. أيها الأستاذ يا صديق الكون، كنت صديقاً لنجوم الليل وهي تسبح في مجراتها، وكنت صديقاً لشمس الضحى وهي تنثر أشعتها على الرياض والحقول وعلى الجبال. لقد تلقيت من الكون دروساً كثيرة، وها هم اليوم أهل الكون يقرؤون معك تلك الدروس. يا من كان يطبق القرآن تمام التطبيق، لقد تركت الدنيا تحت قدميك، ولن تنتصر الأمة إلا إذا وضعت الدنيا تحت أقدامها. رجل واحد يغير الدنيا، رجل واحد يعلم الملايين. فيا شعوب الإسلام، تعلمي هذا الدرس من الأستاذ. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الطيبات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بما أن رسائل النور وإشعاعات النور كانت منبثقة من القرآن الكريم، وحينما وجدت عناية الإمام النورسي بالعدل العناية القصوى، إننا نرى أولا، هذا طبعا باختصار شديد أقول، إننا نرى في هذه الكلمات النيرات عمق التفكير لدى الإمام النورسي والفهم الدقيق الذي تجسد في أفكار جديدة ومعان بديعة تناغمت من خلال لآلية رائعة كعقد الدرر ولآل
من هو بديع الزمان سعيد النورسي؟ الإمام المجدد بديع الزمان سعيد النورسي. كان للنورسي ورسائل النور التي ألفها دور كبير في الوقوف أمام المد العلماني الذي أراد أن يمسح الإسلام من الحياة وينزع الإيمان من القلوب. سعيد النورسي يرى أن نهضة الأمة طريقها واحد، وهو الإيمان والقرآن. حفظ النورسي شيء غريب، حفظ قريب من 90 كتاب، 90 كتابا من أمهات كتب العلم. ومما اطلع عليه أثناء قراءات الواسعة هذه قول وزير المستعمرات البريطاني جلاستون في مجلس العموم حين رفع المصحف، قولة مشهورة معروفة عنه، قال: ما دام هذا القرآن بيد المسلمين فلن نحكمهم حكما حقيقيا. كلام عن الاستعمار البريطاني لبلادنا. هذا القول وهذه القراءة حولت وجهة سعيد النورسي ليكون خادما للقرآن في كل أطوار حياته، ونستطيع أن نقول أنه صار منهجيته هي تغيير الأمة من خلال القرآن والإيمان. وقال تعقيبا على قول جلادستون، قال: لأبرهنن للعالم بأن القرآن شمس معنوية لا يخبو سناها ولا يمكن إطفاء نورها. من محاسن القدر أن نصور هذه الفقرة في تركيا، وإذا تذكرنا تركيا تذكرنا هذا الإمام العابد الصالح الذي سماه أورخان محمد علي، سماه رجل القدر، وهو سعيد النورسي رحمه الله ورضي عنه. سعيد النورسي كان أعجوبة في الحفظ، حتى أن المعلمين في المدرسة، هناك كتاب في أصول الفقه اسمه جمع الجوامع، يعني رسالة في مجلد واحد شرحت في أكثر من مجلد، فكانوا يقولون إذا دخل سعيد النورسي، وهو ابن الابتدائية بالمناسبة، إذا دخل المكتبة فيحفظ بسرعة. فقال أحد المعلمين: حفظ سعيد جمع الجوامع جميعه في جمعة. أولا نبيل مصطفى باز أحد خدام رسائل النور والناشري الكليات هذه الرسائل، ومن يقوم على الخدمة سواء في داخل المملكة أو في خارجها إن وفق الله، والحمد لله. الحمد لله. ووظيفتكم وهذه أشرف يعني يعني صفة الإنسان يتصل بها، إنه خادم للعلم. الحمد لله. نعم، وتابع لإمام من أئمة العلماء وهو الإمام النورسي. بداية ولادتي هي تاريخ معرفتي برسائل النور. عندما حصلت على هذا الكتيب لأطلع على ما مدى يعني تمكن هذا الكاتب من عرض أفكاره، فبداية القراءة ما بدأت بقراءة الكتاب إلا وأنا أنهيت هذا الكتاب ولم أتركه جانبا. لماذا؟ لأن هذا الكتاب ومؤلفه صاحب فكر حقيقي يجعلك تنساق وتشتاق لأن تعرف ما وراء كل فكرة وما يليها من أفكار. فأنهيت الكتاب بنهاية الليل، وبعدها اقتنينا المجموعة بالكامل. وبعد اقتناء هذه الكتب اتفقنا نحن المجموعة اللي نحن أصدقاء ولنا علاقة بالكتب وقراءتها والتجمع بخصوصها، بدأنا في إنشاء درس لرسائل النور، درس أسبوعي بدأ من ذلك التاريخ ولا يزال ساري المفعول إلى هذه اللحظة ولله الحمد. نحن نشتغل. والله حقيقة الرسائل نعمة كبيرة علينا من الله، وفتح الله علينا بالرسائل كل مراتب الناس وغيرهم يستطيعون أن يفهم كل واحد منها بحسبه. مثل هذا حقيقة لا يكون إلا
فتح معجز من الله سبحانه. مثلا أنا درست علوم العقائد، مثلا مسألة القدر قرأناها من أكثر من كتاب، بل يوجد واحد كتاب أكثر من 600 صفحة في هذه المسألة، نقرأ من أوله إلى آخره ولا نخرج عندنا صورة واضحة عن القدر، حتى عرفنا رسائل النور وبدأنا نقرأها هكذا بالترتيب ووصلنا رسالة القدر 6 صفحات تشرح لك المسألة كلها بأعمق وأوضح صورة. فهمت الحدود الدقيقة بين المعتزلة والجبرية وأهل السنة في هذه المسألة، ومن أين جاء الخطأ، وكيف لا نستطيع أن نفهم هذه المسألة، بل كيف نشرحها للعوام في 6 دقائق. إذا لا يكون هذا إعجاز من الله لنا في هذا الزمان ماذا يكون؟ يشارك أطفال أعمارهم 12-13 سنة في الدرس يفهمون قدر كبير من مسألة القدر. نحن نقول نحن فهمنا الأستاذ النورسي، لكن هذه مسألة كبيرة. نقول الأطفال يسمعون لكن ممكن لا يفهمون. يأتي يسمع يفهم. كل علماء الشريعة أقدامهم على رأسي، لكنهم لن يصلوا إلى سماء الرسائل. وإذا لا يتركون أنانيتهم ويعودون طلابا على الرسائل، حقيقة لا ينفتح أمامهم فيض القرآن في هذا الزمان. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح علماءنا قبل عوامنا.